زين انا كنت وزير، طلعت وزير، نفس بيتي قاعد بيه بمنطقه شعبيه، ذاك هو نفسه، وخلي جيراني يقول اجى يوم واحد بسيارتين الى بيته، اروح بسياره واحده اجيب سياره واحده، اروح للبصره بالقطار ويا الناس. بالقطار تروح البصره؟ اي نعم، لحدثه؟ وانا وزير. لحدثه؟ لا اني وزير، من كنت وزير. من كنت وزير تروح بالقطار؟ اروح بالقطار كل شهر 3 ايام، ادير الموانئ بنفسي من موقع عندنا، اروح بالقطار مع المواطنين، ومن اروح اتحدى واحد يطلع علي فاتوره بايت بفندق، ابات بغرفه مال الموانئ، اكو بنايه يسمونها البورت كلاب، ابات بيها، ومن ارجع نفرات بالمنشاه، اروح الجراج بغداد اركب ويا الناس وارجع. والتوزير؟ واسال وزاره النقل، لا مصورها ولا متباهي بيها، وصار لي 12 سنه طالع من الوزاره، روح اسال وزاره النقل، اروح نفرات بالمنشاه من بصره لبغداد، واروح بالقطار. زين؟ شكرا. زين شنو انتم الان مليارات وحفاي، والله بس يشتغل بمكتب رئيس الوزراء الان عنده مليارات وتريليونات، ما جابها؟ قبل شنو كانوا؟ والله كان يصومون مال ميت وصلاه مال ميت، ويطب من حسينيه يطلع حسينيه يدور اكل، وكاتلهم الجوع. هاي كانوا هالشكل. زين منين جبتوها هاي؟ انا من ساعه حكيت لك بزمن ذاك النظام انا كنت اشتغل بشركه اخذ 3000 دولار، والله من كنت اجي بسوريا كنت اوزع عليهم يعني فلوس، لان كاتلهم الجوع ما عندهم. زين انت راسا انقلبت الى هاي، المفروض من اين لك هذا قانون يحاسبك. شكرا جزيلا استاذ عمرو عبد الجبار، وزير النقل الاسبق، الانسان قبل الوزير، شكرا جزيلا لوجودك معنا. نتمنى الاستفاده من ما طرحت حقيقه لاولي الالباب اللي بلكي يشوفون الحلقه، من الناس اللي تنوي تشكيل الحكومه اذا طبعا شكلوا الحكومه. شكرا لكرم الاصغاء والمتابعه، السلام عليكم والى اللقاء. شكرا استاذ عمرو. الله يسلمك. بارك الله فيك.